بوستا بوستا. سيداتي ساداتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بوستة كراكيب. رسالة النهاردة بعتها لنا المواطن سين شين صداد عين غين، ورفض ذكر اسمه أو حتى عنوانه، يظهر إنه خايف ولا حاجة، ما يجراش حاجة، وبيشتكي في رسالته من كتر عربيات الكارو اللي ماشية في الشوارع الرئيسية، وبيقول يعني إنها بتعطل المرور بشكل باين واضح. ومعانا السيد مسؤول عشان يرد على رسالة المواطن. أبدا ما حصلش، الكارو مش موجود لا في الشوارع الرئيسية ولا حتى الجانبية. الكارو يا سيدي المواطن أصبح أسطورة، ذكرى ليست خالدة. يعني ايه يعني لا مؤاخذة منعتوا عربيات الكارو من الشوارع؟ طبعا، وانا معايا تقرير بيقول ان كل السادة العربجية التزموا بالقرار، واختفت اخر عربية كارو من الشارع المصري في تمام الساعة 6:13 و5 ثواني يوم 26 مارس سنة 1995. ازاي بس يا سي مسؤول؟ اذا كنت انا بذات نفسي جاية الاستوديو النهاردة على ظهر عربية كارو. بيتهيألك يا هانم، دي مجرد اوهام، وانا اعرف دكتور نفساني كويس ممكن يعالجك منها. وبعدين احنا مش في كده دلوقتي. امال في ايه يا اخويا؟ هو لسه في حاجة بعد ما طلعتني مناخوليا؟ ايوه، مصير الكارو. ايه مصير الكارو بعد ما منعناه من الشوارع؟ يا اختي صعبان قوي عليك. المشكلة ليها 3 أبعاد: صاحب العربية، والعربية نفسها، والحمار. اسم الله على مقامك. أصحاب الكارو كلهم انضروا من القرار. بعتناهم عند الدكتور النفساني اللي هنبعتك ليه إن شاء الله، وطبعا عالجناهم على حسابنا. طب والعربية يا اخويا ذات نفسها هتعملوا فيها ايه؟ توصلت إلى فكرة عبقرية لإنشاء متحف خاص بالكارو، حاجة كده تفكرنا بالتاريخ القديم وتجذب السياح من كل مكان في العالم. يا اختي اسم الله عليك، هي دي الافكار ولا بلاش؟ امتى بقى هنشوف المتحف اللي بتقول عليه ده ان شاء الله؟ اشترينا الأرض وقريبا هنبدأ البناء، والمشروع مش هيتكلف أكتر من 30 مليون دولار. استند باي، استعدوا، بنصور اكشن. يا استاذ انت كده داخل مقلوب، فاهم مقلوب يعني ايه؟ اعدل نفسك، ستوب. يلا بنصور اكشن. يا استاذ انت كده داخل مقلوب، داخل مقلوب، اعدل نفسك واطلع براسك من فضلك شويه. ايه يا اخي مش فاهم؟ ستوب ستوب. يلا بنصور اكشن. ستوب يا استاذي يا حبيبي، انت مديني قفك ليه؟ ليه؟ انا عايز اصور وشك يا اخي. هلا وشك لو سمحت، احنا مش هنخلص النهارده، مش ممكن، مش ممكن ابدا. اكشن. برنامج شباب التجديد أن يستضيف اليوم الشاعر الغنائي محمد فريد لمناظرته في رسالته الفنية. يا ترى ده اسمك الحقيقي؟
لا، ده الاسم اللي اختارهولي الجمهور لما عرف ان بنادب الاستقلال التام او الموت الزكام. قصدي الموت الزقام. ايه اللي تقصده بالظبط من الاستقلال او الموت؟ استقلال الاغنية الحديثة عن الاغنية القديمة. معلش يا دكتور، انت موسيقار عظيم وليك مكانتك، لكن احنا ولا مؤاخذة برضو لينا طبيعنا وايقاعنا. افهم من كده انك ساهمت في هذا التطور. طبعا، لان القضايا اللي بنعبر عنها ولا مؤاخذة دلوقتي غير القضايا بتاعت زمان. نشكر الشاعر محمد فريد، ونقدم لحضراتكم أغنية معاصرة من تأليف وتلحين وأداء شباب التجديد. المسرح دايما بتنكد، رايح جاي شمال ويمين، تلاقيني فرحان ومزقطط بس كلامي الغنوة حزين. عالمسرح دايما بتنكد، رايح جاي شمال ويمين، تلاقيني فرحان ومزقطط بس كلامي الغنوة حزين. أنا مطرب شوف يا أستاذ حمام، إحنا هنا في مدرسة منها فيها استحدثنا فصلين جداد، تمهيدي KG1 وتمهيدي ابتدائي بعد KG2. ايه ده كله اول مرة اشوف تمهيد حضانة. انا عارف ان الحضانة نفسها تمهيد الابتدائي. عشان الخير يزيد ومرتبك كمان يزيد. على فكرة، أنا قررت أخليك تدي دروس في الموسيقى كمان. بمناسبة ايه بقى ان شاء الله؟ بمناسبة عيد ميلادي. المدرسة كلها مصممة تحتفل بيا، وانت اللي هتغني في الاستعراض. ايوه بس اسمع، انت تخلي الطلبة يجيبوا آلات العزف من بيوتهم، والطالبات يشتروا الفساتين اللي هيلبسوها من محلات باك ليفت. محلات ايه؟ محلات باك ليفت. بس دي محلات لبسها وحش قوي وسعرها غالي جدا، عشان كده الاولاد مسمينها باك زفت. من فضلك انا ما اسمح لكش تقول كده على المحلات بتاعتي. عشان كده مسميه المدرسة منها فيها. توردي من محل لبس المدرسة وتوردي من المدرسة زباين المحل. أبجد هوس حطي كلمون في المدرسة دي خدنا قلمون. أبجد هوس حطي كلمون في المدرسة دي خدنا قلمون. قالوا النجاح 100% وإعلاناتهم مالية الدنيا. قمنا اتخدعنا وجينا قدمنا، وبعد ما أخدوا اللي في جيوبنا مصاريف كتير في السنة كم مرة، والإنشاءات برضه على حسابنا. أبجد هوس حطي كلمون في المدرسة دي خدنا قلمون.
وكمان نقول تمهيد حضانة، ونجيب آلات العزف معانا، ونشتري هدومنا بالمرة من المحل بتاع النظرة. أبجد هوس حطي كلمون، في المدرسة دي خدنا قلمون، خدنا قلمون. أستاذ حمام نحن الزغاليل، المدرسة دي معمولة تفصيل، لو مش هتدفع تبقى بخيل، ادفع ومش لازم تتعلم. أبجد هوس حطي كلمون، في المدرسة دي خدنا قلمون، خدنا قلمون.